نبدأ مع بعض الكلمات القوية من على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصدرها أصحابها في 24 ساعة السابقة من تويتر ومن حساب أخبار عاجلة. كلمة للرئيس التركي أردوغان: لن نعتذر لموسكو عن إسقاط الطائرة، ويجب أن يعتذروا لنا عن اختراق مجال تركيا الجوي. هذا في الأزمة، في إطار الأزمة التركية الروسية. الحقيقة كان الرئيس الروسي بوتين قد أصدر تصريحا بالأمس وتحدثنا عنه في حلقة الأمس إن إدارة تركيا وحكومة تركيا تأخذ تركيا إلى الأسلام أو تحاول أن تؤسلم تركيا. هذا التصريح الأخرق الذي قاله رئيس روسيا رد عليه الرئيس التركي أردوغان. تعالوا نتابع سويا هذا الرد من الرئيس التركي. هل من المعقول أن يصرح بعضهم بأن إدارة تركيا والمسؤولين عن إدارة تركيا هل من حقهم أن يقولوا أن إدارة تركيا تعمل على أسلمة تركيا؟ إذن هم يتهموننا بأسلمة تركيا رغم أن تركيا مسلمة بنسبة 99%. فماذا يعني هذا التصريح؟ هل يمكن أن أقول بالنسبة إلى روسيا أن الإدارة الروسية تعمل على تمسيح أو تنصير روسيا؟ يوجد 30 مليون مسلم في روسيا، فهل لنا الحق بأن نقول إن الإدارة الروسية تعمل على تنصير روسيا؟ رجب طيب أردوغان مسلم و99% من سكان تركيا مسلمون، فكيف نعمل على أسلمة تركيا؟ نحن نعمل على أن نعيش ديننا فقط. وانظروا هذه الأخطاء التي تمارسها الإدارة الروسية. يعتدون على سفارتنا في موسكو، يكسرون زجاج نوافذ سفارتنا هناك. هذا اعتداء غير معقول. نحن دائما نصف مثل هذه الأعمال بأنها عنصرية، وهم يهددون بأن يوقفوا العلاقات ويلغوا الاتفاقيات. فهل مثل هذه التصريحات تليق بالعلاقات الاستراتيجية؟ في البداية عليهم أن يجلسوا معنا سياسيا وعسكريا لمناقشة بعض المشاكل، ولكن عندما يقفزون مباشرة ويصرحون تصريحات حماسية فهذا الأمر ليس صحيح. قبل أيام كنا في اجتماع معهم، اجتماع راقي جدا في أنطاليا في مجموعة 20، وتناقشنا في قضية سوريا أكثر من مرة، ولكنهم يقفون في لحظة ما ويصرحون مثل هذه التصريحات. هذا أمر مخجل فعلا بالنسبة لروسيا. الحقيقة الدروس التركية ودروس الرئيس التركي لروسيا ورئيس روسيا بتتوالى وبقسوة. يعني كل يوم بيصبحوا بألمين على وشه يفوقوا من سيل التصريحات الخرقاء التي تخرج من فمه. يعني أنا حتى ظنيت أن الناس اللي بتحضر له التصريحات بتاعته، أقصد بوتين، يعني ممكن يكونوا في مستوى عكاشة وموسى والناس اللي احنا بنشوفهم في فضائيات الانقلاب المصري. وإن كان عبد الله الشريف الحقيقة ليه رأي تاني في التصريح الأخير لبوتين. تعالوا نشاهد رأي عبد الله الشريف من على صفحته على الفيسبوك. بيقول: بوتين بيتهم أردوغان بأسلمة تركيا. فعلا الدماغ الروسي دي سم، دي ولا جت على بال أحمد موسى حتى. يعني عبد الله الشريف شايف ان حتى أحمد موسى مستواه ما وصلش للمستوى التصريح اللي أدلى به بوتين رئيس روسيا. ننتقل إلى تويتر ومن حساب رشا. جاءت بصورة للشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل منذ أكثر من 23 سنة في سجون أمريكا ظلما وعدوانا، وكتبت تقول: فرج الله كربه، ادعي له لأن المرض اشتد عليه. دي من آخر صوره قبل اعتقاله، دلوقتي شكله اتغير.
وأنا أحب أضيف لحضراتكم أن المحامي الخاص بالدكتور عمر عبد الرحمن يعني أبلغ أهل الدكتور عمر عبد الرحمن بأن حالته الصحية متدهورة تدهورا شديدا، وأن هناك إهمال جسيم من قبل السلطات الأمريكية وسلطات السجن الذي يقبع فيه الدكتور عمر عبد الرحمن في حق الشيخ من ناحية العلاج ومن ناحية الاهتمام بكل أموره الشخصية وأبسط حقوقه كإنسان. يعني الحالة وصلت إلى مرحلة متدهورة جدا. نسأل الله له العافية والشفاء، وأن يفرج الله عنه ويفك أسره وكربه ويرده إلى ديار المسلمين، لأن هذا الرجل الحقيقة ظلم بين، واتهم اتهامات ليس لها أي أساس من الصحة، ودفع ثمن هذه الاتهامات والظلم لأكثر من حوالي أو قرابة ربع قرن في سجون أمريكا، وقبلها كان قضى سنوات في سجون مصر، يعني من ظلم إلى ظلم. فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنه، ونسأل حضراتكم جميعا الدعاء لهذا الشيخ الذي رفع دائما لواء الوقوف ضد الظلم ومناصرة الحق طيلة حياته، بالرغم من العذر الذي عذره الله به في أنه قد فقد بصره وهو صغير. من الفيسبوك أيضا من حساب المهندس خالد فريد سلام بيرد على الجماعة اللي كتبوا هاشتاج بيقول اغضب يا بوتين. بيقول ايه بقى الباشمهندس خالد؟ بيقول اغضب يا بوتين، ثم ماذا؟ يدخل بجيشه مثلا روسيا في سوريا واسطولها امام سواحلها، يقصف بطائراته. الروس يقصفون ليلا ونهارا قرى حدودية وغير حدودية سورية. ما الذي تريدونه؟ يتوسع في احتلال أراضي المسلمين فيدخلون الأراضي التركية وسيناء والعراق. تريدون أن تروا بابا الكنيسة الشرقية الروسية يباركه ويبارك دباباته وطائراته وهي ذاهبة لسفك دماء إخوانكم مثلا؟ قد فعلوها فعلا. تريدون رؤية ميخائيل وتيودور وميدفيديف ينتهكون عرض فاطمة وسناء ورانيا ومروة، ويذبحون محمد وحسن وإبراهيم وتامر. يغضب ليفعل أي شيء، ليقصف مسجد السلطان أحمد ومحمد الفاتح وبيزيد وعيد افتتاح كنيسة آيا صوفيا. يغضب لأي شيء يا أحقر من وطأ الحصى. هكذا جاءت كلمات المهندس خالد فريد سلام يرد بها على أصحاب هاشتاج اغضب يا بوتين. ولكن كما قلنا هؤلاء أيضا الذين ناصروا نتنياهو على إخوانهم في غزة، فليس من المستغرب أن يناصروا بوتين على تركيا. حسام عبد العزيز ومن على حسابه على الفيسبوك يقول: أمريكا تقول إن تنظيم الدولة يبيع النفط للنظام السوري. روسيا تقول إن تنظيم الدولة يبيع النفط لتركيا. تركيا تقول أن تنظيم الدولة يتلقى مساعدات من أمريكا. حسام بيلخص الشماعة الدولية الحالية التي يتكي عليها كل نظام أو كل دولة تتكي عليها في حربها أو في هجومها على الدول الأخرى، وهي شماعة الدولة الإسلامية داعش. احنا عندنا في مصر الشماعة هي الإخوان بالدرجة الأولى. حتى لما الدولة الإسلامية في سيناء أو داعش في سيناء بترتكب أعمال وأحداث برضو بيتم اتهام الإخوان بها، فالشماعة بتاعتنا في مصر هي الإخوان، أما الشماعة العالمية هي داعش والدولة الإسلامية. باسم يوسف ومن خلال شبكة رصد بيصرح بيقول: احنا عندنا في مصر إعلام مصاطب. طبعا لمن لا يعني يعيش في مصر ولا يعرف لغة أهل مصر، إعلام المصاطب هو يعني أشبه ما يكون بالكلام الذي ليس له ولا من خلفه طائل ولا فائدة، مجرد رغي ورغي ورغي، وكلام ليس له أي علاقة بالحقيقة والصحة. من تويتر وشبكة رصد ترصد لنا المظاهرات المعارضة والمناهضة للانقلاب من أكثر من محافظة. محافظات مصر تواصل تظاهراتها المعارضة لحكم العسكر. الحقيقة نتوقف هنا لمدة ثواني. يعني الوصول، احنا دلوقتي داخلين في 30 شهر تقريبا منذ حدوث الانقلاب، ولا تزال هذه المظاهرات تجوب شوارع